في ناس رفيعه وما بتتخنش، وفي ناس وزنها زايد وممكن تكون ما بتاكلش كتير. لو مشينا على انه زياده الوزن بتحصل بس نتيجه لزياده الاكل، وان اي حد وزنه زايد يبقى بياكل كتير، ساعتها هتضطر تغمي عينك على اي واحد انت تعرفه بياكل كتير وما بيتخنش. ده من ضمن اسباب ان النظريه المبسطه بزياده جدا ان الموضوع مجرد اي حد وزنه زاد، مجرد ان هو في كالوري سيربلس، مجرد انه بياكل سعرات كتيره ولو قلل اكله هيخس. ده من ضمن اسباب عدم اقتناعي بالنظريه دي يعني. ليه ممكن حد يبقى رفيع وما بيتخنش؟ ليها كذا نظريه. في حاجه اسمها personal fat threshold. personal fat threshold يعني قدره جسمي على تخزين السبكوتينيوس فاتس. السبكوتينيوس فاتس هي الدهون اللي احنا بنشوفها، اللي احنا ما بنحبهاش، اللي بالمناسبه هي حلوه. الدهون اللي بنشوفها اللي في البطن، اللي في الجناب، اللي في الحاجات دي دهون حلوه. الوحشه اللي بتترمي على الاحشاء زي دهون الكبد مثلا. في ناس عندها حاجه اسمها low personal fat threshold، يعني قدره جسمهم على تكوين السبكوتينيوس فاتس اللي هي الدهون اللي احنا بنشوفها زي البطن مثلا قليله جدا، فبيروحوا رامين على مين على طول؟ على الكبد. صاحبك اللي طول الوقت بياكل شيبسي وطول الوقت بياكل سكر وطول الوقت بياكل معجنات بس رفيع، يا هيبقى عنده بطن يا هيبقى حتى ما عندوش بطن وعنده كبد دهني. على فكره دي مش حاجه حلوه خالص، مش حاجه حلوه خالص ان انا جسمي يبقى ما عندوش القدره على تخزين الدهون، فكل حاجه بتترمي على الاحشاء. لو حد كده يفضل ان هو يتاكد انه ما عندوش كبد دهني، علشان دي اصلا مش حاجه كويس. ليه في حد وزنه كبير وما بيخسش؟ يا اما ما بيعملش الصح، ما بيعملش الدايت المناسب علشان يخس، بيعمل حاجه مثلا لو حد وزنه كبير قوي عنده مقاومه انسولين وبيعمل دايت كله سكر رغم ان سعراته قليله ومقلل الدهون، مش هيخس، بالعكس ده ممكن يزيد كمان. لو حد طول حياته بيعمل دايت بيكون عنده حاجه اسمها ميتابوليك ادابتيشن. ميتابوليك ادابتيشن يعني جسمي تاقلم على قله الاكل. لو انا طول عمري بعمل دايت كراش دايت، دايت العصير ودايت الرمان ودايت البطيخ ودايت التمر باللبن، انا جسمي تاقلم على فكره قله الاكل. لما جسمي بيتاقلم على فكره قله الاكل بيعمل ايه؟ بيبطل يستجيب ليها على انها تريجر، يعني بتبطل خلاص تبقى محفز لجسمي انه يتغير خلاص، ما ده بقى العادي بتاعنا. بيعمل حاجه تانية بقى وحشه جدا، بيقلل الحرق. بيقول لك يعني انت خلاص هتفضل كل يوم ما تدخليش غير 1000 سعر حراري، طب انا هقلل معدل الحرق اخليه 1000 سعر حراري. بتلاقي نفسك علشان تخس محتاج تبقى ما بتاكلش اصلا بقى، تبقى بتاكل 300 كالوري ولا 400 كالوري. ده من اهم اسباب ان في ناس وزنها كبير وما بتخسش، ميتابوليك ادابتيشن.